لا يدع الرزق وطرق بابه، ما يترك الرزق ولا طرق بابه. على فكرة الرزق مدخر، الله اللي ادخره، لا يعطى لمن يدعو، يعطى لمن يسعى. اسع في الأرض وابحث في الأرض واتكدح في الأرض واتعب في الأرض، تأتيك أرزاقك. الرزاق فوق، والرزق مدخر لي ولك، لكن تسعى يجيك الرزق، ما تسعى ما في رزق. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك النبي كان يريد هذا الأمر. وصل إلى بلاد الشام، وبلاد الشام بصرى الشام يعني على حدود الروم، متاخمة حدودها مع حدود الروم. في بيئة جديدة، وفي ناس أول مرة أشوفهم، وفي السفر هذا سأتعلم أشياء كثيرة. كان فيها راهب اسمه بحيرة من علماء النصارى، لما شاف عم النبي داخل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره عدة أشياء.